وبالذات بعد ما كتب تغريدة وبيقول فيها لقد حان وقت الموت. هل سبيد بقى مجنون؟ وهل نهايته هتكون مأساوية زي أتيكا؟ ركز معايا عشان الموضوع في غاية الأهمية واللي ممكن يخليك سبب في إنقاذ حياة شخص أو موته يكون على إيديك. أتيكا جيمر معروف على يوتيوب بيقدم نفس المحتوى اللي بيقدمه سبيد. أتيكا كان بيطلع بث مباشر على تويتش، وردود أفعاله تجاه المتابعين كانت في قمة الجنون والهيبرة، لدرجة إنه كان بيخالف كل قوانين يوتيوب، فيوتيوب حذفت قناته. وطبعا أتيكا ما كانش بيسكت ويروح على تويتش يقول لجمهوره إنه فتح قناة جديدة ويكرر نفس أخطائه، فكل ما يعمل قناة جديدة بتتحذف بسبب مخالفاته، وجمهوره اتعود إنه ملوش قناة معينة، ودايما كانوا بيدعموه على أي قناة بيفتحها من جديد، لحد لما اتجنن وتصرفاته بقت غير طبيعية، وجمهوره بدأ يحس إن في حاجة غريبة، وبالذات بعد ما كتب تغريدة وبيقول فيها لقد حان وقت الموت. فكل المتابعين اتفاعلوا مع التغريدة بطريقة فيها سخرية وتنمر، وده كان أمر طبيعي من المتابعين لأنهم من البداية عارفين إن شخصية أتيكا مرحة وبتحب الهزار، واعتقدوا كالعادة إنه بيهزر معاهم، ما كانوش مدركين إنه كان في أسوأ حالاته. وبدأ أتيكا ينعزل عن كل الأشخاص اللي في حياته، ومن هنا أهله وأصدقائه حسوا إنه في خطر، وبدأوا يفهموا إنه في حالة نفسية صعبة جدا وممكن إن هو يعمل في نفسه أي حاجة، فبلغوا الشرطة باللي حصل. ولما جت الشرطة حاولوا إنهم يخرجوا أتيكا من داخل بيته. Hello? I'm fine. Well, you're trying to break my door down. I was comfortable having fun in my... ولكن أتيكا كان رافض يخرج، مصمم إنه ينعزل عن العالم كله. في اللحظة دي أتيكا كان في بث مباشر مع متابعينه، وبعد مفاوضات كتيرة الشرطة هددته إنهم هيقتحموا المنزل لو ما خرجش. I can't open the door. You can? ومن هنا أتيكا قرر إن هو يستسلم. I'm really scared right now. Look, can you see me? Okay, Desmond. Okay. All right. Behind your hands around, okay? Okay. Okay. Here. Look. Okay. Turn around, buddy. Okay. Ow. وخرج قدام جمهوره في منظر محزن، What's up? Erica! وانتقل لمستشفى الأمراض العقلية عشان يتعالج. وبعد ساعات خرج من المستشفى وبدأ يخرف ويقول أنا الرب وجميعكم الرب. ولكن المتابعين فضلوا يتنمروا عليه ويدمروا في حالته النفسية، فشاف إن الموت أفضل بكتير من إنه يفضل عايش في وسط كل البشر اللي بيتنمروا عليه. ويوم ورا يوم أتيكا نفسيته بتسوء، لحد ما طلع في لايف بيتأسف لكل الناس اللي بيحبوه وبيعتذر لهم إنه انعزل عنهم، وآخر جملة قالها لقد جهزت مرقدي ويجب أن أرحل. وقال إنه بيتمنى إن اليوتيوب يكون أفضل في المستقبل. ومن هنا يختفي أتيكا ويلاقوا جثته مرمية في النهر، ويترك الحياة بسبب مجموعة من المتنمرين. وفي الوقت الحالي بيتكرر نفس الموضوع مع سبيد. من فترة حالة سبيد كانت صعبة جدا وجاله مرض أثر على عينه، وسبب المرض كان الضغط النفسي من التنمر. ولكن سبيد بعد ما تعافى رجع يكرر نفس أخطائه، وكل المتابعين اتعودوا إن هما يستفزوه، وبقى الموضوع في غاية الإزعاج لسبيد، لدرجة إنه انفجر في بث مباشر وبين أعضائه التناسلية قدام 25,000 متابع. اتهاجم سبيد من كل الناس، وده كان أمر طبيعي من كل المتابعين. ولكن اللي مش طبيعي إن المتابعين فضلوا إنهم يضغطوا عليه وطول الوقت بيعايروه. حتى الشخص دوت طلع معاه في بث مباشر واستفزه جدا. وسبيد قال له لو في يوم من الأيام نهيت حياتي هيكون بسببك. Hey, look, you did it, bro. Hey, you did it, bro. All my life, you did it, bro. You the one who fucking me up. Hey, look, remember this, bro. Remember this, bro. Remember this, bro. Remember this, bro. Hey, look. I promise you, remember this, bro. I promise you. Look me in my eye. I promise you, you better remember this, bro. Remember this moment right now, bro. This is the only moment, bro. Remember this moment, okay? Remember this moment, bro. Okay, remember this. بدأوا المتابعين يتعاطفوا مع سبيد وراحوا كاتبين للشخص اللي كان بيستفزه لو نهاية سبيد هتكون زي نهاية أتيكا فمش هنسامحك. ولحد وقتنا هذا محدش عارف إذا كان سبيد هيقدر يقاوم المتنمرين ويتعافى ولا نهايته هتكون زي نهاية أتيكا. ومن هنا بقول لكل المتنمرين وبرجوهم إنهم يخلوا بالهم من أفعالهم، عشان في النهاية ممكن تكونوا سبب في إن شخص يفقد حياته. ما تنسوش تدعمونا في أي منصة بتشوفونا عليها، واشوفكم الحلقة الجاية.